زعلتني، فقلت اطلع في حلقة افوقك وافوق طوب الارض وافوق نفسي عشان ما اقعش في نفس الحوار ده تاني، واخسر بيض واخسر زغاليل واخسر قصوص وتعطل عندي وتاخد فترة على بال ما تنتج تاني. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بان سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ثواني يا رجاله. القصه قصه ان انت لما تعوز تبدل اقفاصك بتاعت السلاكه او اقفاصك بتاعت الاوضه عشان ادمت وهي فيها اصلا بيض وانتاج وقصوص وزغاليل وحوار وتاكيل وعيشه وحياه، اوعى تلعب اللعبه دي دلوقتي غير لما الدنيا عندك ترخي يعني تفضى شويه، واوعى تجازف بالبيض ده. البيض ده ما تجازفش فيه، ده في زغلول انت مستنيه، في مولود سعيد انت مستنيه. اصل انا مش قادر اتخيل السلاكه عندي عايز اغير العيون دلوقتي. طب ماشي غير، بس خايف الحمام يقوم من على البيض. هوب ستوب، هو الحمام بيض؟ وفي بياكله؟ طب لا ما تعملش حاجه دلوقتي. طب ليه؟ لانك هتهد المعبد على اللي فيه. الحمام هيتلخبط، ده بالرؤيه كده شايف العين بتاعته وعارفها وحافظها بالرؤيه. لما هتحط له سلكات مش شايف ومش عارف. تخيل انت قاعد في فرح ومعلم كرسيك، معلمه دهن كرسيك باللون الاحمر، وداخل الفرح عايز تقعد على الكرسي بتاعك انت اللي باللون الاحمر. انا بقول لك افتراضا، مش عينك هتفضل تبص عشان تعطر عليه وتقعد تمام. لو لقيت حد قاعد عليه اكيد هتعرف، هتقومه وتتخانق معاه، صح؟ هو الحمام كده هيفضل يخش السلاكه يدور على بيته ومش لاقي بيته، خلاص مفيش مفر، يخش اي عين فرد يخش برضه نفس العين يضرب، ما هو محدش عارف مين من مين. فالغلطه الكبرى ما تقعش فيها، عشان كلنا واحد من 5 ايام بالظبط خسران خساره بنت 60 كلب، خساره يتبكي عليها. بيت صوافه، بيت زواجل، بيت حمام تحضيم بلدي. هو انت زعلان على البلدي؟ عشان في روح يا حبيبي، في روح مؤمنه وموحده بالله، وكل يسبح بحمده. في روح يا حبيبي، في امانه لو حافظت عليها ربنا هيضاعفها لي. لو سقعتها ورميتها ومش هماني الامانه والرزق ده كعبلته كده وشطه بالجزمه مش هيجيني تاني يا حبيبي، ونجي هيجي قليل لاني ما بعرفش احافظ على نعمه ربنا. وزي ما قال لك سبحانه وتعالى: واما بنعمه ربك فحدث. حافظ وما تخليش الناس تبقى زي ما انت فاهم، يعني حاجي على شمعتك وظبط حالك وحجز على حالك وروق على حالك. طب انت دلوقتي عايز تنقل وتظبط وتعمل، عايز رأيي؟ يا تحط وهم موجودين صف، يا تحط وهم موجودين صف، يا تغير كل مرة واحدة، بس ما يكونش عندك حمام شغال، حمام فائس ولا حمام بيض. انت عايز رأيي؟ وهقفل حلقتي دي على كده. عايز تغير منظومتك بس قلقان؟ ما تقلقش، تقلق في حالة واحدة بس، وما تقلقش في حالة واحدة. تقلق لما يكون عندك انتاج موجود بالفعل، وما تقلقش لما الحمام كله يكون مريح وما عندكش انتاج. غير بسرعة يا ريس، اكنس، شيل، خلع، رمي، بيع، حط اقفاصك الجديدة ولا سلكاتك ولا اللي انت عايز تعمله اعمله. لكن عندك انتاج، لا اهدى، لا اظبط كلامك، لا اسيب اللي فرخت تفرخ، لا سيب اللي اكلت تاكل، شيل زغاليلك، شيل حمامك، اعزل الديكور عن النوتي، ما بهزرش. اعزل ديكورتك عن النوتي عشان ما يفرخوش، واظبط الكلام واكل كلفه وابتدي شيل عشان تحط، وخليك جاهز بالشيل والحط على طول عشان حمامك يرجع وقتي.
ولما تسيب حمامك اقعد راقبه، وقف راقبه، شوف مين هيخش يتعارك مع مين، ومين هيغلط، ومين هيسمع في عين مين، ومين هيظبط الكلام، ومين عايز يخش هو ومراته وخدوا على العين فاقوم قافل عليهم وابتدي اظبط حالي عشان الدنيا تتظبط معايا. اوعى تقع في المشكله دي عشان فيها خساره رهيبه جدا، والسبب ان احنا بنفكر غلط. بنغيب عليكم بس خلاص بقى زهقنا من كتر الغيب، فبرضه بقينا برضه بنجيلكم عشان نتماشى مع بعض وعشان ما نغيبش عليكم اكتر من كده. تحياتي، بابا المجال واحد بس والواحد يوحد الله، وسما بيرجو تلمس. السلام عليكم.